جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله، من أحق الناس بحسن معاملتي ومن أقرب الناس إلي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ المنطق يقول أبوك أو أخوك، يختار واحدا منهما. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يقول العلماء: قدمت الأم على الأب لثلاثة أمور: لحملها ووضعها وإرضاعها، وهي أيضا تشترك مع الأب في التربية. الأم لطالما تعبت وسهرت، الأم لطالما بكت لبكائك وحزنت لحزنك. اسمع وركز معي جيدا: إن رضيت عنك أمك رضي عنك ربك، وإن سخطت عليك أمك سخط عليك ربك.